استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيد أحمد والتقدي وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالجمهورية الإسلامية الموريتانية مبعوث الرئيس الموريتاني السيد محمد ولد عبد العزيز لدى جلالته. وخلال هذا الاستقبال سلم السيد محمد والتقدي إلى جلالة الملك رسالة من الرئيس الموريتاني، وحضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار. وفي أعقاب هذا الاستقبال أدلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني بالتصريح التالي: شرفني صاحب الجلالة الملك محمد السادس بلقاء خاص، سلمته رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، وكانت مناسبة لي أن أنقل له تحياته وتمنياته له بالصحة والعافية، وللمملكة المغربية الشقيقة دوم التقدم والازدهار. وبدوره كلفني صاحب الجلالة بنقل رسالة مماثلة إلى أخيه متمنيا له موفر الصحة والعافية ولموريتانيا المزيد من التقدم والازدهار.